طيب، شفتوا السؤال اللي فات؟ السؤال ده البنات بعتوهولي على جروب التليجرام، كانوا بيتناقشوا مع بعض، وده اللي عجبني في الجروب بصراحة، ان هم بيحاولوا يعملوا دعم لبعض. ولكن المشكلة دي كانت مزعلاهم قوي على البنت، ومزعلاها هي شخصيا طبعا قوي. المشكلة كالآتي: شخص البنت ارتبطت بيه 7 سنين، يعني ضيعت معاه 7 سنين من عمرها، وبعدين اتقدم لها وباباه ما كانش موافق على الجوازة، وبالتالي حصل مشاكل بين الأهل، والشاب اختار صف باباه، أو باباه أرغمه لأن الشاب ما عندوش ماديات كافية عشان يقدر يتجوز. وبعدين رحل، والبنت حاولت معاه، والشاب عمال يقول أنا مش هينفع أتجوزك، أنا مش عايز أكمل لأسبابه بقى، إما إن هو بابا مش هيساعده في حاجة ومش راضي عن البنت دي. فضلت البنوتة الجميلة تحاول معاه خلال سنة كاملة، وبرضه مفيش أي ريسبونس أو أي تجاوب منه. وفي الآخر بعد زنها قال لها كفاية بقى، الجواز مش ببلاش، الجواز مش بالعافية، وأنا قفلت من الجواز بسبب أهلي. البنت منهارة وبتقول أنا أعمل إيه؟ في شقين هنا للإجابة على السؤال. أول حاجة، لو أنت في موقف البنت دي لازم تسألي نفسك الأول: إيه الدافع اللي مخليني عايزة أرجع العلاقة؟ عايز ترجع العلاقة ليه؟ عشان بحبه؟ مش كفاية، أو مش حقيقي. خلينا أقول لا، الموضوع مش موضوع حب، الموضوع موضوع فقد، الموضوع موضوع صدمة، الموضوع موضوع إن أنا متعلقة بصورة معينة لحياتي، الصورة دي أنا مش متخيلة نفسي بلاها، فبالتالي بحارب وبزق في حيطة عشان أحلامي، عشان السيناريو الواعد بتاعي يفضل موجود زي ما هو. لكن أنا أؤكد لك إن الموضوع مش موضوع حب، الموضوع موضوع تعلق، موضوع مش مسألة بحبه يا بابا. الحب خلاص، انت بقالك معاه 7 سنين، الموضوع قلب معاكي من بحبه ونفسي فيه قوي وان يكون شريك حياتي، الى انا مش عايزة الحياة اللي انا رسمتها دي تروح. ليه؟ لان الحب ما بيستمرش مع الرفض، الحب ما بيستمرش مع القسوة، الحب ملوش مكان في اللي انت حاساه النهاردة. انت النهاردة مش حاسة انه وحشك عشان هو وحشك، انت دلوقتي في صراع مع نفسك ومع الزمن عشان يرجع سيناريو حياتك تاني، عشان اتعودتي عليه، عشان بقالكوا 7 سنين مع بعض، فانت مش متخيلة حياتك من غيره. بس ما تقوليليش حب، ده اسمه تعلق. مفيش حب بيعمل كده في صاحبه، مفيش حب بيتم إلا لما يكون في حب مقابل، غير كده بيبقى تعلق، بيبقى نفسنا من جوه عايزة حاجة معينة وتأبى السعادة بدون الحاجة دي أو بدون الشخص ده. وعشان تتأكدي من كلامي اسألي نفسك سؤال: هل أنا وأنا معاه جوه العلاقة كنت حاسة بنفس المشاعر اللي أنا فيها النهاردة؟ هل كنت حاسة بنفس الوله والولع والوحشة اللي أنا حاساها النهاردة؟ هل لو أنا لما كنت معاه في علاقة كان عاملني المعاملة دي في أي ظرف، في أي مشكلة غير وكنت هزعل وكنت هبعد؟ طب دلوقتي بيعاملني أسوأ معاملة في الدنيا وأنا ستيل عايزاه، وستيل مستحملة ومتحملة ألم الفقد، ومستعدة أتحمل تاني لو في أمل 1% إن احنا نرجع لبعض. هذا تعلق وليس حب. نيجي بقى للسؤال: إذن إيه هو الدافع اللي مخليكي متمسكة بيه؟ هل في سبب وجيه؟ لا. هل عشان هو أكتر واحد حنين عليا وأكتر واحد بيعاملني كويس؟ انتي ما شفتيش غيره أصلا عشان تقولي أكتر ولا مش أكتر. هل عشان هو أكتر واحد بيحترمني؟ ما أعتقدش. هل عشان هو أكتر واحد راجل في العالم؟ لا، لأنه بمنتهى البساطة مش قد قراراته. هل هو أكتر واحد طموح في الدنيا؟ ما أعتقدش برضو، انتي برضو ما شفتيش غيره. هل مش هيتكرر مواصفاته دي، مش تتكرر تاني؟ لا، غلطانة، هتتكرر تاني وتالت ورابع، إلا إذا انتي عميتي عينيكي ومش عايزة تشوفي أي حاجة كويسة براه، عشان تفضلي يا عيني مستسهلة التمسك بالأمل الزائف. نيجي بقى للشاب نفسه. في ناس أو في كوتشز كتير
ومعالجين بيعتمدوا على اني انا اكره البنت في الشخص ده عشان خاطر اخليها تنساه. فالمفروض مني دلوقتي ان انا اقول لها ده مش راجل وابن امه وابن اهله والكلام ده كله، لكن هو الحقيقة مش دي الحقيقة خالص. هو الواضح وليس الحقيقة، لاني محدش يعرف الحقيقة، ولكن هو الواضح ان الشاب قرف في ضغط من الاهل مورس عليه، هو ما كانش قده ومش هو لوحده. يعني الشاب ده رد فعله اللي حصل منه ده مش بتاعه لوحده، بتاع رجالة كتير، بل اغلب الرجال. الراجل بطبعه ما بيعرفش يقف قصاد التيار عشان علاقته بست. عارفة ليه؟ عشان ببساطة هو اتربى كده وطلع كده وتشكل كده. لما راجل يحارب الدنيا عشان واحدة ويقول لأهله لأ، يبقى مش راجل، يبقى بريالة، يبقى باع أهله عشانها، باع أمه وأبوه وشخص عاق عشان عمل كده. ضيف الكده انه هو ماديا غير مقتدر على انه يفتح بيت لوحده، فهيحارب الدنيا ازاي عشانك؟ صعب. هو عمل الصح اللي انت مش عارفة تعمليه، هو حكم ده. هو قالك معيش فلوس ومش قادر اقطع اهلي ولا احارب الناس اللي انا عشت معاهم سنين، ومش هقدر اجز خط كده واقول خلاص نقطة ومن اول السطر. قال تتعوض، يعني عادي، ممكن العلاقة دي انساها، ممكن الاقي علاقة تانية او ملقيش، مش مهم. بس الضغط النفسي بتاع اني انا احارب اهلي واقعد اسمع كلام ليل نهار بيهين رجولتي وبيهين اهلي وبيهين احساسي، وارجع تاني اتعامل مع اهلك اللي هم اكيد حصل بينه وبينهم كلاشات، واعتمد ان دي هتبقى حياتي المستقبلية، لا، مش ربحانة معايا، مش لاعب، مش هينفع. وهو اختار الصح لنفسه. انت بقى عملتي ايه؟ انت سهلتي المهمة عليه جدا جدا جدا. ليه؟ لاني انت بعد ما حصل الانفصال دي كانت فرصتك الذهبية ان انت الفقد اللي هو هيحسه في بعدك يخليه ياخد طاقة انه يحارب عشانك. ومنتي ايه بقى؟ زن ارجعلي ارجعلي ارجعلي. فهو ما حسش بلحظة من لحظات الفقد، ما حسش باللي المفروض كان يحس بيه، واللي كان المفروض يحس بيه ده كان هو الحاجة الوحيدة اللي هتديله كبسولة الشجاعة. فانتي في مرحلة ما هو بيتخطى وبيبعد، انتي كنتي بتطبطبي عليه في البعد وبتسهلي له انه يقدر يعمل ديتاتشمنت او يفك التعلق منك. فانتي لما بقيتي اوبسيست ومتعلقة بيه على طول، ده ادى اشارات لعقله الباطن ان لا، ما بقاش في الشغف ناحيتك زي زمان، ما بقيتيش العزيزة زي زمان. فهو بيفسر ده لنفسه ازاي؟ بيفسر ده لنفسه انه نتيجة المشاكل، بيفسر ده لنفسه اني عشان انتي عملتي كذا وكذا وكذا، فبالتالي بيفسرهولك انتي كمان كده، لان هو مش على وعي ودراية بالكلام اللي انا بقولهولك ده، مش ناس كتير فاهماه. فايه اللي حصل؟ شغفه ليكي قل، وانتي عمالة تزني عمالة تزودي الطينة بلة، لحد ما ايه اللي حصل؟ لحد ما هو ما بقاش قادر يستحمل زنك وزنهم. هو اكيد في يوم من الايام حبك، اكيد كده، بس القلوب بتتغير والمشاعر بتتغير. عشان كده ما بحبش اي واحدة تبني علاقتها مع واحد او اي واحد يبني علاقته مع واحدة على المشاعر، لان المشاعر شيء مؤقت، المشاعر بتتغير، ممكن تطلع، ممكن تنزل، ممكن تتحول. فانتي اللي انتي عملتيه ان انتي كنتي شخص غير ناضج غير عاقل بيتعامل مع شخص مقرر قرار، فانتي ساعدتيه على القرار وقللتي قيمتك في نظره. لما حد يجي يقول انا مش عايزه اكمل، ارد عليه اقول له خلاص ماشي وابعد، لا اساله ليه ولا افكر مره تانية ولا اكلمه تاني يوم اقول له انت خلاص كده استقريت، ولا اقعد كل شويه ازن عليه عشان انا في صدمه، انا مش مصدقه ان احنا بعدنا عن بعض. ده اكتر حاجه هتخلي القرار يتحول لقيد التنفيذ. طيب نقفل بقى صفحتنا لسبب.
لما تحسي ان ربنا سبحانه وتعالى قفلك باب، ما تحاربيش. ما تحسي ان ربنا مش رايد حاجة كده، ما تصريش. لا تملي على الله سبحانه وتعالى يجيب لك السعادة منين. انت ايه هدفك اصلا؟ ايه هدفك من الجواز منه او من غيره؟ هدفك من الجواز منه او من غيره ان انت تحسي باشباع وحياة سعيدة والمودة والرحمة. انت ممكن تلاقيها في غيره. ليه متشبثة بيه هو شخصيا؟ عشان ده تعلق وليس حب. انت عندك مرض، والمرض ده لازم يتحل. لازم تعالجي نفسك. لازم تبصي في المراية كده، تضربي نفسك قلم تفوقي. ليه؟ هو وحش وبعني وسابني وعمل. لا، هو ده النصيب. النصيب ان جوازتكو اتعقربت. فلما جوازتكو اتعقربت بقى في حاجة اسمها ما فيش نصيب. ما تطلبيش منه يقوم عكس الطيار. مش كل ما الراجل حارب اكتر عشانك بقى بيحبك اكتر، والكلام الفارغ ده مش شرط. دي طريقة تفكير. انا افكر ان انا احارب عشان اخد اللي انا بحبها. واحد تاني بيحب واحدة يفضل انه يتعذب على انه يحارب اهله ويدخل نفسه في علاقة الاهل الاتنين فيها هيبقوا بيكرهوا بعض، وحياته هتبقى جحيم، ومش هيبقى طايق نفسه، وماديا هيبقى مزنوق. It's his choice. فالموضوع هنا حبيبة قلبي لازم يتحول من بحاول ارجعها بأي طريقة وعندي امل وقاعدة مستنية وعايزة اغيظه وافهمه بقى ان ممكن واحد يجي يتقدم لي وانزل اشتغل عشان اخليه يستفز فيجي يكلمني. كل ده خيبة بالويبة. استسلم لقضاء الله، مفيش نصيب، اشوف نفسي بقى واجتهد للفرصة القادمة. خلاص اتكسرت رجلك، هتعملي ايه؟ هتقعدي تلملميها كل يوم وتندمي على لما وقعتي ورجلك اتكسرت؟ ده بالظبط زي ما يكون رجلك اتكسرت. رجلك اتكسرت حطها في الجبس ونستنى لحد ان شاء الله ما تبقى في احسن حال، ونعمل لها شوية جلسات ونبقى اقوياء وناخد بين كيلرز وننجز ونفكر نفسنا كل ما نيجي نفتكر ان احنا عايزينه تاني ان ده قضاء ربنا، ان كل ما احنا بنعاند كل ما احنا بنتعب. امشي مع الموجة اللي ربنا رسمه، امشي عليه. انت عايز تتجوزي ليه؟ مش عشان تبقي سعيدة؟ ممكن ربنا يكرمك بحد تاني تبقي سعيدة معاه. وخدي بالك، طول ما انت ما بتقريش الرسالة هتفضل تتبعت لك. طول ما انت ما بتفتحيهاش وتقريها وتعملي سين هتفضل تتبعت لك. الرسالة هي الصبر على القضاء. مش انت اول ولا اخر واحدة تعيش الوضع ده، بس هتفضلي اول واخر واحدة تفضل تتعذب طول حياتها. هتنهي عذابك يوم ما تقرري. طول ما انت مش مقررة وفاكرة ان هو راجع هتفضلي زي ما انت. ده ابتلاء ولازم تنجحي منه، لازم تعدي منه. ما تقعديش على الحيطة حاطه ايدك على خدك لانه مش هيفيد. اديكي شفتي قعدتي سنة واصريتي، حصل تغيير؟ ما حصلش تغيير، لان التغيير من هنا. ربك لو رايد هيكون، لو مش رايد خلاص. راضية يا رب، راضية يا رب. انت بتديني درس ووصل الدرس. الدرس هو اني مندمش. الدرس هو ان كل واحد بيقرر القرار اللي يناسبه. فالقرار اللي يناسبك انك تقفلي الصفحة دي وما تضيعيش عمرك، وان اللي لقيتي في الشخص ده موجود في غيره والله. وشغل بقى العيال الصغيرة التافهة بتاعه ده، احط في صور واحط في مش عارف ايه. اول ما تلاقي نفسك بتعملي كده بصي لها في المرايه كده وقولي لها انت ايه الهبل ده؟ انت احلى من كده، اعلى من كده بكتير. انا استفزه ليه؟ ده هو لو ما رجعش من نفسه مش عايزاه. لو رجع عشان انا هتخطب ولا هشتغل ولا هعمل ولا هسوي ابقى كده مبسوطه. طب ممكن اول ما يرجع وابقى في ايده ويطمن خلاص ان انا زي ما انا في مكاني يزهدني تاني ويمشي، والمشكله قائمه. المشكله اتحلت، مشكله الاهل اتحلت. عايزه تعيشي مع ناس كرهاكي ومش عايزاكي وشايفين ان ابنهم ما يستحقكيش وانتي اقل منه انتي وعيلتك؟ في 60 داهيه. الدنيا فيها مليارات الرجاله في بلدك وبره بلدك وبره قارتك. رجاله كتير. ما تقفيش على راجل. عمرك ما هتعيشي مبسوطه لو ده فكرك.